أهلا بيكم في الفيديو ده إن شاء الله هوريكم عملي إزاي بقى نقدم على الوظيفة. إحنا مثلا لو عملت سيرش بسيط ودورت على كام وظيفة قدامي، فمثلا شفت إن الوظيفة دي مثلا سوشيال ميديا سكرابر نيدد ديت مناسبة ليا. أفتحها، أول حاجة أعملها أقرأ العنوان، هو عايز سوشيال ميديا سكرابر، والمهم أقرأ التفاصيل بتاعتها هو عايز إيه بالظبط، لأن هبقى زي ما قلنا بنستخدم الملخص أو وصف الوظيفة في كتابة الطلب بتاعنا. نشوف على كل الحاجات دي لازم تقرأ وتشوف كل المعلومات اللي قدامك. هنا قال لك الشغل ده محتاج أقل من 30 ساعة، أقل من شهر، عايز حد متوسط، هيدفع من 5 ل25 دولار في الساعة. بيقول لك البروجكت ده وان تايم بروجكت، يعني هو يعمل المشروع ده وخلصت خلاص، مفيش بينكم مشروع تاني دلوقتي. لو عايزك اكيد هيكلمك، بس هو بيقول لك المشروع ده هي شغلانه واحده بس وخلاص. السكيلز اللي هو طالبها ليد جنريشن وداتا سكرابنج، بعديها دي الحاجات اللي هو طالبها قبل ما تقدم. زي ما قلنا برضه محتاج يبقى انت شغلك نسبه نجاحه 90%، ودي الحاجات اللي عن الوظيفه بيقول لك يقدم عليها من 20 ل 15، ودي كل المعلومات اللي عن الوظيفه حاليا. هنا زي ما قلنا انا في الاكونت الثاني اللي كان معايا اللي كنا بنشرح من عليه ما كانش عندي كلمه ابلاي ناو، ودلوقتي عندي ابلاي ناو علشان أنا معايا في الاكونت ده 63 كونكتس. فالمهم هو بيقول لك هو هياخد منك 13 كونكتس علشان تقدم على الوظيفه دي، وتقرا شويه معلومات عن الكلاينت. الكلاينت هنا مفعل الدفع، حاطط الرقم من تليفونه، 5 نجوم، قيمه 11 فريلانسر قبليه، هو من امريكا، الساعه دلوقتي عنده 6. دلوقتي هو الراجل ده نشر 19 وظيفة، من ال19 الوظيفة دول نسبة 74% منهم وظف حد فيها. عنده دلوقتي شغلانتين مفتوحين بيدور على فريلانسرز يشتغلوا فيهم، دفع على الموقع 19,000 دولار، شغل 15 من ال19 اللي هو من 19 شغلانة، هو شغل 15. مفيش دلوقتي فريلانسر شغال على وظيفة هو منزلها حاليا. يعني الافريج اللي هو ده افريج الساعات اللي هو بيدفعها للناس اللي بيشتغلوا معاه 28 دولار، ويشتغل مع ناس لمدة 655 ساعة. معظم شغله في السيلز والتسويق، هو فاتح شركة وعبارة عن من 2 ل9 أشخاص، منضم للموقع من سنة 22. ننزل تحت نشوف الكومنتات والريفيوز اللي الفريلانسر اللي قبليه ادوها عن الراجل ده، ممكن تعمل فيو مور. هو هنا كان بيقول لك محتاج ويب سايت ديزاينر، تمام، لورد بريس، ودفع فيها 16 دولار في الساعة. انت ممكن تبص على الشغلانات اللي هو عاملها وتشوف الشغلانة اللي شبه الشغلانة بتاعتك اللي هو عاملها قبل كده، وتشوف هو دفع فيها كام. انت تطلب الرقم ده او تطلب رقم اقل منه سنة، بحيث ان انت تزود احتمالية ان انت تاخد الشغلانة منه. انا هبص بصة سريعة كده، هو تقريبا ما عملش سكرابنج قبل كده، تمام. هنا برضو من هنا من التقييمات عرفت إيه اسمه، هو جاكوب. بتقرا كل الكومنتات او الريفيوز عشان تعرف الراجل ده شكله ايه. هنا مثلا بتشوفه بدفع 16، دفع 22، 30، 25، 30. بتشوف المتوسط اللي هو بيدفعه كام وتطلب منه اقل شويه. هنا اهو طلب كان عامل ليد جنريشن لحاجه، ودفع في الليد جنريشن ده 5 دولار. ففي الغالب الشغلانه ديت اللي هيوظف فيها، لو وظف فيها حد، هيكون بيوظف حد بيدفع او بياخد منه 5 دولار في الساعه. اكتر من كده مش هيوظف، لان هو فوق. هو قايل لك ممكن يدفع 5 دولار ل 25. لو في حد عرض عليه 5 دولار زي الاخير ده اكيد هياخده. هي دي الشغلانه اللي هو منزلها مع الشغلانه اللي احنا بنقراها دلوقتي، وفي ناس بتقدم عليها، وهو هيختار منها وهيختار من الناس اللي قدموا عنده واحد. تمام تمام تمام، نطلع بقى فوق نتك على ابلاي ناو. هنا بيقول لك الشغلانه دي هتاخد منك 13 كونكتس، لو انت قدمت على الشغلانه ديت هيفضل معاك 50 كونكت من الرصيد بتاعك. دي معلومات عن الوظيفه، نفس الكلام اللي كان بره بس بره بالتفصيل اكتر، تمام. هنا بيقول لك ايه الريت ليميت اللي انت محتاج تقدم بيه على الوظيفه ديت، يعني عدد هتدفع، يعني انت محتاج كام في الساعه او سعرك كام في الساعه. فاحنا شفنا بره ان هو الكلاينت عامل البادجت بتاعه من 5 ل 25. انت 100% انت لسه شخص بادئ على الموقع، فانت هتختار اقل حاجه. فانت 5 دولار الموقع بياخد العمولة بتاعته، فده اللي هيوصل لك لو خدت الوظيفة دي بعد كده. يعني انت لو هي مثلا ب 100 دولار في الساعة، فالموقع بياخد 10 دولار من ال 100 دولار، بياخد 10% يعني. الجزء ده بيبقى مخصوص بالشغل اللي بالساعة. هنا بيقول لك انت محتاج زيادة في السعر، او انت هتطلب من العميل زيادة في سعر الساعة بتاعتك بعد قد ايه. يعني انت هنا هتقول له انا عمري ما اطلب منك زيادة. هنا هتقول له بعد 3 شهور من شغلنا مع بعض هطلب منك زيادة. هتطلب زيادة قد إيه؟ ده السؤال التاني. مثلا هطلب زيادة 15%. فأنت هنا بيقول لك بعد 3 شهور
هتاخد منه الساعة بتاعتك مثلًا 103، بعد 6 شهور ده الرقم بتاعك، بعد 9، بعد 12. تمام كده. ده هنا بقى المكان اللي إحنا بنحط فيه الطلب بتاعنا أو الproposal يعني. زي ما قُلنا إحنا شرحنا بالتفصيل نكتب إيه في الproposal، وهنا بيقول لك لو أنت معاك attachment عايز تضيفها، لو في مثلًا ملفات PDF Word أي حاجة أنت عايز تضيفها للموقع بتعمل attach file وتحطها. بس كنصيحة موقع Upwork تقيل جامد، فنصيحة أنت تحط مثلًا لو أنت شغل موقع عايز تحط له مثال ليه، فأنت بتحط له رابط في الcover letter أو الproposal بتاعك. عندك مثلًا attachment file عايز ترفع له PDF مثلًا يشوفه، ما تحطوش في الattachment، حطه مثلًا على الدرايف وحط الرابط بتاعك في الفقرة أو الproposal بتاعك. آخر حاجة هتلاقي حاجة اسمها إيه profile highlight. إيه هو الprofile highlight؟ الprofile highlight ده مثلًا لو الشغلانة ديّة أنت عاملها بالضبط في الportfolio بتاعك، عامل واحدة شبيهة ليها بالضبط، فبدل ما تعملوا attachment file وحوارات من دي كلّها لأ، أنت هتعمل add a portfolio project وتحدد المشروع اللي شبه المشروع اللي الراجل ده عايزه. فدي حاجة لسه جديدة Upwork عاملاها، وحاجة أكيد جامدة وميزة حلوة جديدة يعني. ولو أنت ضابط شكل الprofile بتاعك هتزود احتمالية إن العميل يختارك. وبعد كده في الآخر تضغط على submit proposal. تعالوا نشوف شغل ثابت، إن الشغلانة دي كانت بالساعة. فتعالوا نرجع ورا ونشوف شغل ثابت سعره ثابت. تعالوا نكتب scrapping مسهل fixed price. عايز أوريك علشان الحاجات الاختيارات اللي بتبقى جوه في تقديم الوظيفة بتبقى مختلفة عن الشغل بالساعة. فديت تعالوا نفتح دي في الهند، بلاش الهند، تعالوا نفتح ديت في أمريكا. ده نفس الكلام شارح لك بالتفصيل، هو بالممل جامد كمان. عايز منك إيه؟ وقال لك $250. عايز واحد إكسبرت. هنا برضه لو قرينا عنه أنت 4 و9 في 38 واحد قيموه من أمريكا. الساعة عنده دلوقتي كذا، عايش في نيويورك، عامل منزل على الموقع قبل كده 155 وظيفة. 45% من وظائف اللي هو نزلها اللي هي ال155 شغل بالفعل فيهم حد، يعني بنسبة 55% من الوظائف اللي هو نزلها ما شغلش منهم حد. وعنده دلوقتي 5 وظائف مفتوحين، صرف على الموقع $55,000، عين 89 فريلانسر، في 34 واحد منهم شغالين لحد دلوقتي معاه في الحالة دي. يعني هم دلوقتي شغالين على مشاريع تبعه دلوقتي. متوسط سعر الساعة اللي بيدفعها تقريبا $40. في حاجات برضو بننزل تحت لازم نبص على التقييمات ونعرف اسمه. ده محدش اداله فيدباك، ده 4 نو فيدباك. هو ده اسمه اهوت زيف فانتاستيك معرفش ايه، بيشكر في الفري، بيشكر في العميل. تعالى بس نبص حاجات تانية. ده برضو نفس انت لازم برضو تقرا الشغلانات اللي هو عاملها. يعني looking for someone to review and edit sports video، يعني كان بيدور على حد يعمل له مونتاج لفيديوهات رياضة. ده فيو برومبت اكسبرت اي اي، كان بيدور على حد يعمل له برومبت للاي اي بتاع الفيديوهات بتاع جوجل عشان يطلع له فيديو بالاي اي، ودافع في المشروع ده $700. نفس اسمه احنا قلنا زيف، برضه اهو وركن زيف، انت كده اتاكدت ان ده اسمه. حلو كده. ودي الشغلانات اللي هو فاتحها دلوقتي. هو شكله راجل بينزل شغل كتير على الموقع. هو هنا بيقول لك محتاج a female voice artist for AI generation voice language. ماشي. هنا عايز داشبورد للتحليلات واحصائيات لحاجه كده معرفش هي ايه. هنا محتاج سوفت وير تيستر. نطلع فوق نعمل ابلاي ناو. ديت بيقول لك اهوت دي هتاخد منك 17 كونكتس. لو قدمت على الوظيفه ديت هيفضل معاك 46 كونكتس. تمام. دي الوظيفه بالتفصيل. عايز اكسبيرت مش عارف ايه، ايوه بالظبط كده، ده اللي انا كنت عايز اشرحه. المايلستون ده او دو يونت تو بي بيد، انت عايز طريقه الدفع او الطريقه اللي العميل يدفع لك بيها شكلها ايه. فانت هنا عندك خيارين، حاجه اسمها باي مايلستون، دي طريقه بتضمن بقى حقك. تمام. وديت باي بروجكت. باي بروجكت دي نشرحها سريعا. انت مثلا المشروع قال لك هنا المشروع ب $250. حلو. هنا لو كتبت هنا باي بروجكت فانت كده هتاخد ال $250 بعد ما تخلص المشروع كله وتسلمه. تمام. لكن هنا لو انت عملتها باي مايلستون فانت هتروح مقسم المشروع لكام مرحله. مثلا الوظيفه ديت لنفرض ان انت واحد شغال فول ستاك، تمام، فانت هتقول له انا هعمل لك الفرونت اند، او انا هعمل لك مخطط لشكل البرنامج بتاعك او شكل التطبيق بتاعك او شكل الموقع بتاعك، وبعد ما اخلصه هبعته لك وتقيمه. ولو الدنيا تمام تدفع لي مثلا احنا اتفقنا على $250، تدفع لي $50 منهم. وافقت هتنزل الموقع هياخد منه ال $50 ويحطهم في حسابك. يبقى انت كده خلصت اول مرحله.
هتقول له تاني مرحلة عندي إن أنت اللي أنا أعمل لك الfront end بتاع الموقع، خلّص مثلًا الfront end وتقول له هاخد منك ال$100. فأنت بتقسّم كده، وبعدها المرحلة التالتة تقول له إيه خلّص لك الback end وتربط له كل حاجة ببعضيها وآخد منك آخر $100 في الآخر. فأنت قسّمت ال$250 على 3 مراحل. دي هي الbuy milestone. دي طريقة لضمان حقك على الموقع بحيث إن العميل ما تشتغلش معاه على الproject ومرّة واحدة تلاقي العميل راح اختفى من على الموقع أو ما بقاش بيرد يعني بعد كده. فدي طريقة لضمان الحقوق. فأنت مثلًا هنا هتقول له إيه plan مثلًا أعمل لك planning وتقول له هاسلّمك الplanning مثلًا يوم 31 وهاخد منك $50. تمام؟ وبعدها تضيف إيه المرحلة التانية add milestone. هتقول له ده front مثلًا والتسليم بتاعه يوم كذا وهاخد منك $100. حلو الكلام، وتضيف التالتة هكذا بقى، هتحط كام مرحلة براحتك يعني. وإحنا كده total price for project 150. المرحلة اللي هي إيه هنقول له الback end هاسلمه لك يوم ما أعرفش إيه مثلًا اليوم ده وهاخد منك $100. حلو. هنا قال لك التوتال اللي أنت طالبه من العميل $250. الموقع هياخد منك $25 عمولة، واللي أنت هتستلمه بالضبط $225 دول هينزلوا في حسابك، هينزلوا على ال3 مراحل اللي إحنا قلنا عليهم. هنا بيقول لك المشروع ده أنت شايف هياخد منك وقت قد إيه؟ هتقول له أكتر من 6 شهور، 3 شهور، أقل من شهر مثلًا. هنا هتكتب له الproposal. إحنا في المشروع بتاع الساعات اللي فات اللي إحنا شرحناه كان طالب منك هنا الproposal بس، تمام، اللي هو الcover letter. لكن هنا العميل في الموقع بيسمح للعميل إن هو يسألك كام سؤال لازم تجاوب عليهم وأنت بتبعت له الطلب. فهنا العميل قال لك إيه، سأل إيه هي المكتبات أو الAI model اللي أنت هتستخدمهم علشان تسحب الملفات أو تسحب الdata اللي أنت هتسحبها. لازم ترد عليه هنا عشان يقيّم هل أنت مناسب ليه والّا لأ. بيقول لك لو الموديل بتاعك using in-bit service what is the estimate cost for scraping 10 characters. هنا بيقول لك لو الموديل بتاعك أو الAI أو الAPI اللي أنت تستخدمه بفلوس أو هو مدفوع، فأنت لو سحبت 10,000 معلومة أو data هتدفع كام في للAPI ده عشان يحسب التكلفة اللي هتبقى عليه بعد ما تخلّص المشروع ويستخدم الكود بتاعك، هيسحب منه تكلفة قد إيه مثلًا في الشهر. هنا برضه الattachment زي ما قُلنا. هنا برضه نفس البورتفوليو، نفس البروفايل هايلايت اللي إحنا قُلنا عليه. لو في مشروع عندك شبه المشروع اللي الشخص ده طلبه في البروفايل أو في البورتفوليو بتاعك بتحدده بالضبط، وفي الآخر بتعمل إيه submit proposal. وبس كده يا سيدي، دي كل حاجة أنت محتاج تعرفها عن التقديم على الشغل وطريقة الapply على الموقع Upwork، وأشوفك في الفيديو اللي جاي.